يا ناس يا عسل، الفنكوش نمرة 22 وصل. الفنكوش نمرة 22 هو عبارة عن 146 ألف قطعة أثرية طلعت من داخل جمهورية مصر العربية في خلال الحقبة البلحية. طلعت متهربة لما يسمى الإمارات أو التيس المستعار. طبعا في ناس كتير هتقول لا انت جبتي الرقم ده منين؟ ما عندناش إحصائية باللي بيتسرق. اقول لكم احصائيه واحده بس: 33 الف قطعه اتمسكوا في كونتينر في روما في ايطاليا. ولما اتمسكوا قالوا ان هم رجعوا ومحدش عارف رجعوا على فين بالظبط. الكاميرات اللي اتشالت اول ما بقى بسلامته ابن امه ابن بائعة الهوى الامين العام للاثار المصريه، متحف اللوفر اللي مفتوح فيه قسم كامل للمصريات. هل قال لكم ولا قال لنا القسم الكامل دوت الاثار اللي راحت فيه راحت بانهي عقد؟ هل عقد ليس؟ عقد ايجار؟ هل عقد شراكه؟ هل بناخد نسبه من الكلام ده؟ هل هو باعهم بيع وشراء؟ هل هم رايحين سلف كده وجمايل يعني، وبعد كده هيفتحوا متحف الليفر اللي في الامارات هيفتحوه بنيكة كبده بعد ما نسترد اثارنا؟ ولا الاثار دي راحت خلاص كلها في تيسي السيسي كده على كده خلاص انتهى الموضوع؟ محتاجين نعرف صح كده ولا مش من حقنا نعرف؟ ولا دي عزبة امك؟ محتاجين نعرف الاثار المصرية اللي بتتهرب ليل ونهار، والاثار اللي اتهربت يا معلم في الطيارات لما قطعت النور عن مطار القاهرة، فاكر من كام سنة كده؟ طبعا موجودة في جرايدك والحاضر يعلن الغايب.